السلام عليكم. كان لازم اطلع في فيديو واتكلم شويه معاكم في الخبر السيء اللي انا لسه قاريه من قيمه حوالي ساعه كده، على سقوط حافله او اتوبيس مليان بالركاب. 24 واحد ماتوا في ترعه. يعني انا مش مصدق يا جماعه، احنا قاعدين فين؟ يعني في بنجلاديش ولا ايه؟ مش فاهم، احنا قاعدين في زئير؟ يمكن احنا يا جماعه قاعدين في في وسط افريقيا، يعني في العصر البدائي. مش معقولة يعني كل الفلوس اللي مع الحكومة دي ومش عارفين يعملوا طرق تحمي المواصلات من الحوادث. اوكي، طبعا الاتوبيس وقع لسبب واحد: الطرق غير ممهدة. لما تكون الطرق غير ممهدة الاتوبيس يقع على طول. يعني حوادث كتير جدا، وفي الاخر يقول لك ده قضاء الله. قضاء الله ايه؟ استغفر الله العظيم. لما يكون قضاء الله انت بتعمل الواجب اللي عليك، وفي حاجة حصلت نقول قضاء الله، بس انت ما عملتش الواجب اللي عليك عشان تأمن الناس. اوكي، يعني كل يوم نسمع الحكاية دي. ايه القرف ده بجد؟ يعني دي حاجة قرف. ما يعني ايه ده؟ ايه قبل كده قطر دخل في قطر، اتوبيس ولع معايا، اتوبيس وقع معايا. يعني امتى الحكومة هتحط فلوس في الطرق وتمهد الطرق في القرى وفي الارياف وفي النجوع وفي كل حتة في مصر؟ امتى يعني مش امتى؟ هل الكلام ده هيحصل بعد 1000 سنة ولا ايه؟ مش فاهم انا. ولا الناس دي مش موجودة على الخريطة المصرية؟ انا قلت قبل كده في فيديو، ماشي، العملية مش انشاء طرق وكباري. يعني ده مش هيفيدنا في اي حاجة. اللي هيفيدنا اكتر انه يحصل تمهيد للطرق الفرعية، الطرق الجانبية. الطرق الجانبية دي يعني حالتها زي السوق. انا واثق لو في مسؤول في الحكومة المصرية يمشي في شوارع مصر، شوارع مصر بس، مش هقول حتى الارياف، شوارع مصر، ويخش كده في الحواري وفي الحارات وفي الاماكن الخلفيه بقى بعيد عن الشارع الرئيسي، هيلاقي العجب: مجاري طافحه، طرق غير ممهده، ماشي، الحاله زي الزفت، عمارات تقريبا قايله للسقوط. يعني لازم تهدها وتبنيها من اول جديد. وده حصل عندنا في مصر بدل المره 1000. اوكي، وفي نفس الوقت محدش بيهتم بالموضوع ده خالص نهائيا. مفيش مسؤول انا اعرفه حتى الان، او انا قريت ان هو بيمشي في شوارع مصر ويعمل ميزانية للشوارع اللي هي يعني متهالكة، اللي هي اصلا لا تجوز للمعيشة او للسواقة، الاتنين مع بعض. تخيل انت لو جبت حيوانات تعيش هناك مش هتقعد، الحيوانات ممكن تنتحر، ما بالك بقى بني ادمين عايشين هناك. بالتالي يعني يا ريت يحصل حاجة. يعني الموضوع ده يعني يتم وقفه. مش معقول احنا هنعيش في المآسي دي كل يوم، والناس الغلابة دي 24 واحد ماتوا. يعني ايه ذنبهم؟ يعني مش فاهم احنا ايه ذنبهم. طبعا ذنبهم ان البلدية الموجودة فيها الاتوبيس دي مش شايفين شغلهم. تقريبا مفيش تمويل عشان يعملوا طرق، مش عارفين يجيبوا فلوس. يا اما شويه جماعه حراميه ولا 60 في 70 بيحطوا فلوس في جيبهم وطز في العالم. مفيش تخطيط نهائيا. وبعدين انا نفسي اعرف يعني اللي قاعدين في الحكومه دول بيشوفوا الناس دول ولا لا؟ هل بيقروا على الحوادث دي؟ يعني اللي انا متاكد هقول لك ايه: تحدث مع وزير النقل وتوبيخه ونأسف لهذه الحادثه المؤلمه، ونسأل الله بالرحمة والمغفرة للضحايا. هو ده الرد. يعني أنا ممكن أكتبه كده زي ختم النسر. هو ده الرد اللي بيكون دايما باستمرار. بدل ما يعملوا مثلا خطة إنها تعمل إنشاء لطرق تانية ممهدة في الأرياف وفي النواجع بتاعت مصر كلها، وبعد كده تمتد الخطة انك انت تهتم بالطرق الفرعية الموجودة في مصر كلها، مش الطرق الرئيسية. والفلوس موجودة. يعني اوعى تقول لي مفيش فلوس، لا، في فلوس، في فلوس كتير كمان موجودة. ماشي، المنحة اللي بياخدوها دي بالك، ما هو اخد 500 مليون دولار، ما يحطهم تجاه الطرق، يمهد بيهم الطرق في مصر. اوكي،
حتى لو هو مش هيكفوا قوي، بس على الاقل يكفوا مثلا نقول مثلا 25% من طرق مصر، يبقى فاضل 75%. اوكي، يعني لو في شغل موجود الواحد يطمن. بس اللي انا شايفه مفيش شغل، يعني انا مش عارف يعني الناس دي طايقه تعيش ازاي معايا. وده يعني ده سر نقدي لمصر. اوكي، وده سر يعني اصراري ان انا اقول لاي حد يسيب مصر، لان مفيش امل خالص نهائيا. يعني مفيش اي امل. مش معقوله الواحد يعيش في الجحيم ده 24 ساعه، لا رعايه صحيه ولا خدمات نقل ومواصلات، الاكل غالي، ده كفايه الميه البايظه الغير معقمه اللي الناس بتشربها بيجي لهم. انتوا تعرفوش ان في الكوليرا منتشره دلوقتي؟ الكوليرا موجوده الكوليرا دلوقتي. طبعا احنا اخر مره سمعنا عن الكوليرا في مصر كانت ايام الخمسينات بالمناسبه يعني. اوكي، كانت اخر مره كانت موجوده عندنا، ماشي، واختفت. تمام. الكوليرا بتيجي ازاي؟ بتيجي من الميه الغير صالحه للشرب، المياه الغير معقمه. اوكي، دي حاجه. يعني قلنا خلاص ماشي، ناخد ميه ازايز، ماشي، نغلي ميه نحط عليها ليمون، ماشي. بس لما تيجي تمشي في الشارع اتوبيس يتقلب، دي عمليه ما يسكرش عليها ابدا. تركب قطر، القطر يقع ويخش في قطر تاني. انا مش فاهم انا يعني المسكين وزاره النقل والسكه الحديد دول يعني بيفكروا ازاي؟ يعني مش فاهم انا. يعني هل هم فعلا عندهم تأهيل معين انهم يديروا الاشغال دي؟ يعني وزاره النقل دي، الوزير ده هل هو فعلا كفء ان هو يمسك المنصب ده؟ ما هو لو عنده كفاءة يمسك المنصب ده كان اتخذ قرار من مدة كبيرة جدا بتمهيد الطرق، ماشي، عشان يتلافى الحوادث المؤلمة اللي هنسمع عنها دي. وبمناسبة يعني حادث الاتوبيس ده مش هيكون الاول ولا الاخير. طول ما انت ما حلش المشكلة هتحصل تاني وتالت ورابع. لازم تتدخل الدولة في الحال وتحط مبالغ طائلة لتمهيد الطرق الموجودة في أرياف ونجوع مصر، وكمان في الطرق الخلفية الموجودة في اسكندرية وفي القاهرة. ونوقف أي مشاريع تانية لحد ما نتم المواضيع دي. يبقى فلوس البلد كلها تروح على الموضوع ده. هل أنا غلطان؟ أتمنى يعني إن الموضوع ده يتم بسرعة، ونسأل الله المغفرة لضحايا الأتوبيس ال26 ومثواهم الجنة. أنا بعتبرهم شهداء يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.